يا صباح الخير، النهاردة هنعمل ميني بيتزا وهيعجب ولادنا خالص. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. أول حاجة هنبتدي نعمل التومة بتاعتنا. أول ما تصفر كده حاجة بسيطة هنبتدي ننزل بشوية خل قليلين، وهننزل بتعصيج الطماطم في الخلاط، حاطين فيهم 6 معالق صلصة. لازم تبقى الصلصة تقيلة معانا. ونزلنا ب3 معالق زعتر. وبعد كده هنبتدي نحط هنحط ذرة ملح، وهنحط فلفل اسود حاجة بسيطة، وتبقى كده التسبيكة بتاعة البيتزا بتاعتنا جاهزة. نيجي بقى للمكونات بتاعتنا. احنا عندنا طماطم متقطعة وعندنا زيتون. نيجي الاول للمية الفترة بتاعتنا الخميرة اللي احنا هنعملها. حطينا مية فترة دافية يعني، وحطينا عليها معلقتين سكر. وبعد كده هنحط كيس خميرة جافة. الكيس الخميرة دوت هنعمل بيه كيلو دقيق. هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هننزل بشوية لبن دافيين، يعني زي ربع كوباية لبن مع شوية المية الدافية، يعني عملوا معايا نص كوباية زي ما انت شايفة. وهسيبهم 10 دقايق تشتغل معايا الخميرة. اشتغلت معايا هي بقت تمام. طب انا لو ما عنديش لبن ممكن نحط زي 3 معالق لبن نيدو نحطهم على الدقيق. نزلنا بنص كوباية زيت، وهنبتدي نحط الدقيق حبة حبة، بس طبعا هنسيب آخر كوباية دقيق في الكيلو ممكن ما نستخدمهاش، حسب ما المية ما يعني كل دقيق وحسب استخدامه. هنقلب كويس جدا، وكده خلاص تبقى العجينة بقت جميلة معانا. لازم طبعا عجينة البيتزا تبقى ملزقة معايا علشان تبقى طرية، ما تبقاش ناشفة زي ما انتوا شايفين كده، طرية كده وجميلة خالص. هنبتدي طبعا نسيبها في البول على جنب. هنسيبها زي نص ساعة لحد ما تعلى معانا كده شوية. كده بقت تمام. هنبتدي بقى ناخد بقى حتة حتة كده صغننة. حطينا الصينية كده وناخد حتة صغننة. بصوا طرية وجميلة، بصوا تحفة. هناخد حتة حتة كده صغننة ونعملها كده على قدام، وهنحطها في الصينية كده، وهنبططها كده بإيدينا كده حاجة بسيطة. ولازم طبعا نعملها بالشوكة علشان طبعا تبقى طرية من جوه وتشتغل معانا طبعا في الفرن، ما تبقاش رقيقة يعني تنفخ معانا. هنعملها بالشوكة كده، وبعد كده هنبتدي طبعا نحط التعصيجة بتاعتنا. احنا ممكن طبعا التعصيجة ممكن نزود فيها. بصوا شكلها تحفة. هي لازم تبقى تقيلة كده التعصيجة بتاعة البيتزا. احنا ممكن نعمل شوية نزود يعني في التعصيجة، نحط في برطمان نحطها في التلاجة، تنفعنا في اي وقت احنا مشغولين فيه. نطلع على طول البرطمان ونشتغل. احنا هنبتدي بقى نحط الخضار بتاعنا. طبعا حطينا طماطم، وهنحط فلفل الوان، وهنحط زيتون. احنا ممكن على فكرة ندخلها كده في الفرن بالخضار وبالزيتون بس من غير اي جبن. هنبتدي بقى نحط جبنة دومتي، وممكن برضو كمان تعمليها بالخضار والجبنة الدومتي بس حسب ما انتي ما عايزة. هنحط حتت جبنة دومتي كده حاجة بسيطة كده. طبعا الجبنة الدومتي طبعا بتبقى مملحة شوية، ملح خفيف يعني، فبتبقى طبعا مع البيتزا بتبقى طعمها تحفة. هنبتدي بقى نحط الجبنة الموتزاريلا كده وهنحطها في الفرن. ما بتكملش معانا ربع ساعة. طب انا دلوقتي لو انا حابة نيجي الاول الخطوة ديت وبعد كده هقولك نعمل هنبتدي طبعا نبطط كده العجينة، وهنزود الطروف كده لحد الاخر عشان ما تبقاش رقيقة معانا. وهنبتدي نعملها بالشوكة، وهنحط تعصيجة الطماطم اللي احنا عملناها الجميلة بتاعتنا. طبعا صلصة البيتزا لازم يكون فيها زعتر. لو انت مش حابة تحطي خضار وحابة ان انت تعمليها وجبة غدا، تعملي مثلا عليها جمبري، تعملي جنبيها تحطي فوقيها لحمة مفرومة متعصجة، تحطي مثلا لانشون، تحطي سجق، تحطي اي لحوم انت عايزاها، بس طبعا لازم نكون مسويينها الاول. ده لو انت حابة تعمليها وجبة غدا. احنا خلاص حطينا الجبن بتاعتنا. نيجي بقى للخطوة اللي انا كنت عايزة اقولها.
احنا ممكن العجينة ديت نحطها في التلاجة 3-4 أيام، وممكن تقعد معانا كمان أسبوع بحاله. نعمل العجينة ونحطها في التلاجة في الفريزر، ولما نكون عايزين نعمل بيتزا نطلعها نحطها على الرخامة ونشتغل بيها. بصوا تحفة، بتتكلم لوحدها، شكلها جميلة جدا وهتعجب ولادنا طبعا، هتنفعنا في المدارس وهتنفعنا طبعا في الشغل. وكده خلاص خلصنا الخطوة بتاعتنا. ولو انت حابة تعملي الميني بيتزا دوت في اطباق تغلفيه بستريتش تحطيه في الفريزر، ممكن يقعد معاكي شهر بحاله. تنزليه تحطيه على الرخامة وتحطيه في الميكروويف، مش هيكمل دقيقتين، ونحط في اللانش بوكس وتبقى كده حاجتنا تمام. بصوا طرية وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. يا رب تكون الوصفة الجميلة ديت عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.